كاميليا، أسطورة الجمال والأنوثة. كاميليا من مواليد الإسكندرية سنة 1919 من أصول إيطالي. انفصل أبوها عنهم تقريبا كده هاجر. أمها سجلتها باسم جوزها فيكتور، سمتها ليليان فيكتور. لما وصلت لسن 20 شافها المخرج الكبير أحمد سالم، قال لها انت غادة الكاميليا. وبالفعل أطلق عليها كاميليا كاسم شهرة. أحمد سالم كان بيجهز أول عمل معاها، لكن للأسف اتعطل بعد الوقت لظروف إنتاجية. الفنان الكبير يوسف وهبي شافها، استأذنه إنه يضمها لفرقته وعمل معاها أول فيلم سينما لها. الفيلم كان اسمه القناع الذهبي. كانت كاميليا لسه في البدايات، لكن جمالها كان شفيع ليها. انطلقت في عالم التمثيل لحد ما شافها الملك فاروق في حفلة في برج الأهرام، ومن وقتها وكاميليا دخلت قلبه وعقله. رشدي أباظة يسكت؟ لا طبعا، هام بيها حب. الملك فاروق ما عجبوش الكلام ده، هدد رشدي أباظة بالقتل لو ما بعدش عن كاميليا، واحتضن الصراع ما بينهم إلى الذروة. هنا كاميليا تعبت، اكتشفت إن عندها السل، قررت السفر للخارج للعلاج في روما. لكن من سوء حظها إنها ما لقيتش أي حجز طيران لروما، وبالصدفة راكب لغى رحلته، سافرت هي مكانه. ولحظها التعيس إن الطيارة تنفجر باللي فيها، وإلى الآن محدش عارف السبب. انهار رشدي أباظة لما عرف سبب الوفاة، دخل المستشفى للعلاج، ولا يزال سر مقتل كاميليا كامن في الأعماق. محدش عارف إيه السبب، ماتت بسرها. الله يرحمك يا كاميليا.